الرحمن الرحيم. اهلا بيكم في كليفر مامي. زي ما انتم شايفين دي. ده الغدا بتاعنا النهارده. الغدا اللي انا هعمله النهارده هو فته، لان احنا ما اكلناش فته الحقيقه في العيد، فده اول مره هطبخ لسه في العيد. فبعمل فته، هوريكم الفته على طريقتي ببساطه جدا. هنا اللحمه دي اولا لازم بسلق اللحمه. اللحمه هاخد الشوربه بتاعتها عشان اعمل منها الفته. فبسلقها، بشوحها مع بصلة ومعلقة سمنة، بشوحها شوية وشوية فلفل اسود، بس مش بحط الملح غير قبل ما تستوي بشوية صغيرين، لان الملح بيوقف التسوية شوية. بشوحها شوية وبعدين بزودها المية وبسيبها تستوي على الهادي. اول ما تغلي خلاص بسيبها تستوي على الهادي. هي هنا خلاص قربت تستوي. هنكمل ونشوف الفتة بنعملها ازاي. هعمل دلوقتي بقى الرز. كده خلاص. هنا انا حاطه سمنه. انا بعمل كل حاجه في الفته بعملها بالسمنه. اوكي، دي السمنه. على كل كوبايه رز تقريبا معلقه سمنه وكوبايه ميه. الرز المصري بتاعنا. اول ما السمنه هتسخن هحط على طول الرز. الرز كمل باقي الكميه. مصفيه طبعا من الميه. وبعدين هحط الملح برضو تقريبا على كل كوباية رز معلقة ملح. وهشوح. اهم حاجة تشويح الرز كويس مع السمنة والملح علشان كل حباية رز تتغلف بالسمنة. ده عامة في اي نوع من انواع الرز، مش بس الرز الابيض. طبعا احنا بنعمل الفتة رز ابيض، فتة يبقى رز ابيض على طول. كويس. انا كده اتاكدت ان انا غلفت كل حبايه رز بالسمنه والملح، لان دي من العوامل اللي بتطلع الرز مفلفل وجميل. ازود بقى الميه. على فكره انا بزود الرز او اللحمه ميه عاديه جدا، ميه من الفلتر عاديه مش سخنه. طول عمري بعمله كده الحقيقه وبتطلع النتيجه هايله. مش عارفه ليه تسخين الميه الحقيقه، سواء واللحوم كمان. يعني سمعت ناس بتقول لازم نسخن الميه للحوم كمان. انا مش شايفه اي داعي الحقيقه للموضوع ده. انا بحط الميه مش بعايرها بكوبايه، انا بحط خلاص انا اتعودت بحط فوق مستوى الرز بتقريبا عقله صباع او اقل شويه كمان حسب. يعني كده الميه عندي كده مظبوط. شويه كمان بس كده. انا بحب اعمل الرز في تيفال علشان اضمن انه يطلع نتيجته كويسه، لان الطريقه اللي هقولها لكم ده اسرع طريقه عمل رز ممكن تعملوها. اوكي. هغطي الرز بقى دلوقتي. انا حطيت الميه زي ما اتفقنا والنار عاليه. هغطي الرز. اوكي. وهسيبه لحد ما يتشرب.
اول ما يتشرب الرز بهدي النار عليه جدا، واحط تحت الحله الشياطه بتاعته علشان تسويه على الهادي، على بال ما هنكمل باقي خطوات الفته. زي ما انتم شايفين هنا الرز خلاص اتشرب الميه، واللي كان لسه على النار كانت لسه عاليه شويه. دلوقتي خلاص طالما اتشرب كده بهدي النار وبحط تحت الحله الشياطه وبغطي وبسيبه خالص هو يكمل يبخر ويستوي على الهادي، لان الرز يحب سواء على الهادي جدا. انا هعمل دلوقتي الخطوه دي، انا وطيت النار بس لسه ما حطيتش الشياطه، هحط تحتيه الشياطه وارجع لكم. دلوقتي بقى هقطع العيش البلدي بتاعنا الجميل، هقطعه مربعات وهوريكم هنعمل ايه. قطعت العيش زي ما انتم شايفين كيوبس كده صغيره، مش بحب اقطعه كبير، انا بقطعه بالمقص، مقص المطبخ. ودلوقتي انا جهزت هنا الواك دي، حطيت فيها برضو سمنه، انا بحب استعمل السمنه البلدي بتاعتنا، او السمنه اللي هي من الزبده الصفراء، لكن مش بحب استعمل السمنات التانية دي لان هي غلط على الصحه اصلا، وفتة لازم تتعمل بسمنه بلدي. وده زي ما انا اتعودت من ماما وتيتا الله يرحمها. حطيت هنا السمنه وهعلي بس النار وهبدا احمر. طبعا انا مش حاطه كتير، هما معلقتين 2 بس سمنه، مش بغرق الطاسه يعني. اوكي، وهبدا بقى اشوح العيش، هقلبه كويس في السمنه، اوزع بس كويس واقلب كويس علشان السمنه توصل لكل مكان فيه. ما بعليش النار قوي علشان ما يتحرقش مني العيش. هخلص الخطوه دي واحمر زي ما انتم شايفين كده في الوok وهرجع لكم تاني. هنا العيش خلاص يعني يمكن سامعين صوته في الوok، بدأ خلاص يقرمش ويبقى جميل. انا سايباه على النار جوه. هنا التومه، هنعمل طشه التومه. حطيت هنا برضو معلقه سمنه، وحطيت معلقتين تقريبا مش كبار قوي توم، وهسيب التوم هنا ثواني بس تبدا ريحته تطلع. انا التوم بفرزنه في الفريزر، وهحط له دلوقتي بس تبدا بس عشان كده عمال يطشطش جامد. هحط له الخل دلوقتي بس تبدا ريحته اشمها، ما يحمرش، مش عايزاه يحمر، مجرد لون ذهبي خفيف خالص. اهو هنا ريحته بدات خلاص تطلع، ولكن لسه مش دي الخطوه اللي انا هحط فيها الخل علشان الثوم ما يبقاش ناي. شويه بس صغيرين. الناس يا جماعه اللي بتقول ان انا عندي شغاله بتشتغل لي حاجتي، يا ريت والله كان عندي شغاله، يا ريت يلاقي والله حد يقول لي. ولكن انا ما عنديش شغاله ولا حاجه، ويمكن انتوا حاسين بالصدق ما في كلامي، وان انا اللي بشتغل حاجتي بنفسي، وانه ده صوتي مش صوت حد تاني، انا بشتغل اهو بصوتي مفيش حد معايا. هنا هحط الخل، نسيبنا من الكلام ده كله. هحط حوالي ربع كوبايه خل، بس كده. ههدي النار دلوقتي بقى، هحط الشوربه.
انا بحب احط الشوربه واخلي كل حاجه مع بعضها. بسم الله. وهسيبها تاخد غلوه، هرجع النار تاني عاليه، هسيبها تاخد غلوه. طبعا انا بحط تقريبا كميه الشوربه اللي اسقي بيها العيش المحمر بتاعي، بس انا بحب اخلي الشوربه تاخد غلوه مع الثوم والخل علشان تاخد طعمها كويس، ولما العيش يشربها من كل الجهات. تقريبا الكميه دي كافيه لكميه الرز دي. سيبها بس تاخد غلوه وارجع تاني. زي ما انتم شايفين هنا خلاص الشوربه اخدت غلوه مع الثوم والخل، وبتاكد من الملح بتاع الشوربه. وكده خلاص الشوربه اللي هسقي بيها العيش، والعيش كمان خلاص اتحمص زي ما انتم شايفين وبقى تمام. والرز كمان هنا اهو خلاص. انا بديله تقليبه في وسط التسويه، لازم اقلب الرز كويس قوي، هو مفلفل مش هيتعجن مني ولا حاجه. كده خلاص الرز خلاص تقريبا. هطلع اللحمه من الشوربه وهرجع له. خلاص طلعت انا اللحمه من الشوربه، وتقريبا كل حاجه خلاص بقت جاهزه اني هطبق الطبق على بعضه، طبق الفته بتاعنا الجميل. ده طبق الفته، ده طبق للفته اصلا في الطعم بتاعي. هنطبق بقى مع بعض طبق الفته ده. العيش شايفين صوته مقرمش ازاي اهو، وزعه كده. هسيب شويه، هحط منه واحدتين تلاتة بس كده على الوش عشان يبقى فيه قرمشه كده معانا. وبعدين هجيب الشوربه اللي احنا عملناها اللي هي الخل والثوم وحطينا لها الشوربه، وهحط بحيث اغطي العيش تقريبا. هشوف كده خلي العيش يشرب كويس من الشوربه دي. احط شويه كمان. بالشكل ده. مش هحط الرز دلوقتي، هسيب العيش يشرب الشوربه دي كويس قوي، وبعدين احط الرز عشان مش عايزه الرز يشرب من الشوربه، انا عايزه الرز يغطي بس الفته. وهرجع لكم. هنا خلاص تقريبا اتشرب العيش الشوربه اللي بالخل والثوم. هبدا بقى احط الرز بتاعنا المفلفل الجميل الابيض. وزع كده، وزع. انا بحب اوزع بمعلقه عاديه، بتساعدني اكتر على التوزيع. طبعا انت ليكي حريه كميه الرز اللي انت عاوزاها، يعني في ناس بتحب رز الفته كتير، في ناس بتحب عيش الفته كتير. انت طبعا عارفه عيلتك بتحب ايه، تعملي على الاساس ده. انا الحقيقه انا وجوزي مش بنحب الفته اللي بالصلصه، احنا بنحبها بيضه كده، تبقى كمان خفيفه، وبحس بطعم فتة الخل والثوم، بحس انها فتة خل وثوم فعلا، لكن الصلصة مش بحبها، ولا انا ولا جوزي. اوكي خلاص كده حطينا الرز. هحط الشوربة الباقية انا حطيتها هنا في سلطانية عشان لو عوزنا نزود على الاكل.
هاخد بقى العيش اللي هو اللي انا سبته ده، احط كده منه على الوش، يبقى مقرمش ولذيذ، يبقى في حاجه مقرمشه كده معانا واحنا بناكل. اخر حاجه معايا اللحمه انا لما طلعتها من الشوربه حطيت عليها شويه ملح وفلفل خفيف. هحط بقى اللحمه كده عليها وتبقى كده طبق الفته بتاعنا الجميل، خفيف جدا. هتحسوا انكم بتاكلوا حاجه خفيفه مش تقيله عليكم ولا تعباكوا ولا في اي تعب. دي ده طبق الفته بتاعنا. كل سنه وانتم طيبين وبألف هنا وشفا، ويا رب يعجبكم طريقتي في الفته، جربوها وقولوا لي كده. كل سنه وانتم طيبين. قبل ما نخرج من المطبخ خلصنا الاكل بتاعنا، طبعا اكيد في طرطشه وحاجات مكان الاكل. قبل ما نخرج انا عندي هنا ده اهو زي ما انتم شايفين، وكاتبه عليه كمان جنرال زائد خل اهو. شويه جنرال خفيف جدا، ما بيبقاش فيه جنرال كتير، هو بيدوب في الخل. وباخد كده اوريكم بس ان هو بيشيل كل حاجه. ببخ كل البوتاجاز، وهنا كمان في ظهر البوتاجاز. وباجي كده بصوا اهو، شايفين شال اثار اي حاجه اهو. فوطه نظيفه من يعني انتي اكيد بتبقي عامله فوط مخصوص للحاجات دي. بصوا شال كل حاجه، وفي لحظه خليت البوتاجاز قبل ما اخرج زي الفل اهو. دي ودي الظهر عشان لو في اي حاجه كانت طرطشت عليه غصب عني. كده خلاص نضفته وخليته زي الفل. وهرجع كل حاجه تاني في مكانها. لو دول محتاجين يتنضفوا نضفيهم. هي الاعداد دي لو انتي حاسه انها محتاجه تتنضف نضف. وخلاص رجعنا البوتاجاز تاني زي ما كان نضيف زي الفل. ومفيش اي حاجه مش نظيفه. لو في اي حاجه هنا برضو بعملها الحتت دي. بس كده خلاص بقى البوتاجاز زي الفل. يا رب يعجبكم الفيديو، بألف هنا وشفا. كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم. فيديو جديد كليفر مامي. السلام عليكم.